ماشي بالأصبحي جنب سكاي مول، اجا واحد نكشني، لفت الدنيا فيني، ما عرفت حالي وين. اجا شب حليوة واخدني على الجواني وقعدني على الكنباية، ضيفني لقمة هنية، روالي دماتي ونساني حياتي. قلت له شو اسم هذا المطعم؟ قال لي مطعم مأكولات شامية، الطعم السوري الأصيل. قلت له لحظة، ودغري انا فتت بالمود ولبست الشامي ورجعت على الكنباية، وانا شفت القناطر وخطر ببالي خاطر. قلت لأقوم اعمل لي لفة بهالمطعم، وشفت قسم العصاير وقسم العوائل، شي ناهي. والديكور يلي بالسكري والبني يبعت له حمى جنني. وانا شفته عم يقص من السيخ، قلت بس هذا هو هرمون السعادة. والدجاجات عم يدوروا بالشواية لفتوا نظر اللي رايح واللي جاي. وهون طلعنا للقسم اللي خاص فيكم سيداتي آنساتي، وهذا الدور خاص فيكم يا هوانم. شوفولي على القعدة اللي بتشفي العليل، والديكور مع الإنارة كأنك بالشام وبحي العمارة. وهذا المكان لحفلاتكم وعياد ميلادكم. شوفولي على هالقعدة، والقعدة بالتراس فيها دواء لوجع الراس، مع أول لقمة كباب إذا كنت ختيار بترجع شباب. والشيش طاووق مع الصوص الحار خلى الجو يولع نار. البروست باللون الذهبي مع القرمشة خلى قلبي نغرش نغرشة. وهون فتلكم بالبرجر وبالمقبلات، وهذا جوي وترتيبي. وقعدت بالتراس وشربت أرجيلة ونارة يا ولد. حسيت حالي بالروبوة وعم اسمع صباح فخري. وشافوني سرحت بخيالي كتير وجابولي ايس كريم وقالولي برد يا حبيب. كان معكم ابن الشام، وين ما وين مطعم مأكولات شامية، حياكم الله.